في سنين لو عدت عليك وانت مش واخد بالك ممكن تندم عليها طول عمرك. لو عمرك بين 13 و 18 سنة فانت دلوقتي في اخطر سنين حياتك، السنين اللي يا اما هتبنيك يا اما هتدفنك وسط ناس نسيت تحلم. المشكلة مش انك فاشل، المشكلة ان مفيش حد علمك اللعبة. وفي قصة شاب واحد هتفهم كل اللي عمرك ما فهمته. ما تقفلش الفيديو لان اللي جاي ممكن يغير حياتك كلها. كان في ولد اسمه كريم عنده 16 سنة، ساكت غامض وبيضحك كتير، بس جواه عاصفة محدش شايفها. من بره باين عادي بس من جوه كان بيغرق كل يوم أكتر. يصحى متأخر، يمسك الموبايل، يضيع ساعات على التيك توك، اليوتيوب، أي حاجة، ويقول لنفسه هبدأ بكرة. بس البكرة ده مجاش. بدأ يحس إنه بيضيع بس من غير ما حد ياخد باله. لا المدرسة فهماه ولا أصحابه حسوا ولا البيت سامع السكوت اللي جواه. وفي ليلة بص في المراية وشاف شاب شكله ضايع، عينه مطفية ومفيهاش حلم. سأل نفسه أنا بقيت مين؟ هو ده اللي كنت بحلم أكونه؟ فين الطموح؟ فين الحلم؟ فين أنا؟ بس أكتر حاجة وجعته إنه ما كانش عارف يجاوب. وفجأة دخل عليه أبوه وقال له جملة واحدة: أنت مش بتضيع وقت، أنت بتضيع نفسك. الجملة دي فضلت ترن في دماغه طول الليل. رجع يبص على صوره القديمة وهو بيضحك وهو بيحلم وهو بيقول أنا عايز أبقى حد كبير. وقتها حاجة جواه انكسرت، بس الانكسار ده كان بداية. كريم قرر يبدأ حتى لو متأخر. بدأ ب10 دقايق مذاكرة بورقة كاتب فيها أنا هبقى، وبمؤقت على الموبايل بيقول له كفاية سوشيال ميديا. كان بيتعب بيغلب نفسه طبعا، بس في كل مرة بيكسب نفسه كان بيحس إنه بيرجع لنفسه. بدأ يصحى بدري، يقرأ، يسمع حاجات مفيدة، يبعد عن ناس بتسحبه لتحت. كل مرة يقع كان بيقوم أسرع من قبل كده. الناس بدأت تلاحظ بس هو ما كانش مستني تصفيق، كان بيشتغل على حاجة أهم، احترامه لنفسه. وفي آخر سنة اللي كان بيقول له أنت فاشل بقى بيسأله إزاي اتغيرت، بس هو ما جاوبش لأن الجواب مش في كلمتين، الجواب في اللي عيشه، في الدموع، تعب والسقوط. وفي لحظة القرار لما قال لنفسه كفاية هروب. لو بتسمعني دلوقتي اعرف إن القصة دي مش بس عن كريم، هي عنك، عن كل مرة سكت، عن كل حلم دفنته، عن كل مش هقدر قلتها لنفسك. بس اسمعني كويس، لسه فاضل وقت، لسه تقدر تبدأ، بس بشرط تبطل تكذب على نفسك. لو فضلت مستني الوقت المناسب فهو مش جاي. الوقت المناسب هو دلوقتي، اللحظة دي اللي هتقرر فيها تعيش ولا تتسحب زي الباقي. لو الفيديو ده خبطك اكتب في التعليقات أنا قررت. خلي الناس تشوف مين اللي مستعد، واعمل لايك واشترك عشان اللي جاي هيخبطك في الحقيقة أكتر.